شايف السلم ده؟ تعالى اوريك كان ايه الاول، وركز قوي معايا لحد اخر الفيديو عشان في تفصيله حلوه قوي في السقف هنا هقول لك عليها في الاخر. ده البيت بتاعنا اول ما استلمناه، دور فاضي خالص. المفروض ان احنا نعمل السلم بتاعنا بين العمودين دول. يلا بينا نشوف هنعملهم ازاي. اول حاجه عملنا التصميم 3 دي، وبعدين عملنا الشوب دراونجز عشان نطلع ابعاد ومقاسات كل التفاصيل، وبعدين نزلنا في التنفيذ. دول العمودين اللي شفناهم قبل ما نبدا شغل، واحد منهم دخل في حته المطبخ والتاني دخلناه في التجليده التحفه اللي قدامي دي. عملنا ستريتش سيلينج في السقف ونزلنا النجفه دي، ولو عايز تعرف عملناهم ازاي تابعنا في الفيديوهات الجايه عشان هنشرحهم بالتفصيل. طبعا عندنا حساس الحركه عشان السلم يبدا ينور بالتدريج وانت طالع او نازل بالشكل ده. تحت النجفه حسب الديزاين عملنا الجزء الازاز ده اللي هو ممكن تقف عليه عادي، وفي الخلفيه هنا عملنا زرع صناعي عشان يكمل الشكل. لو بصينا على السلم بشكل عام هتلاقينا مستخدمين الازاز الاسود مع الرخام مع الخشب بشكل بروفيشنال جدا. نفس الازاز الاسود ده مستخدمينه في الهاندريل، ومستخدمينه كمان في البارتيشن اللي فاصل ما بين السلم والسفره. نيجي بقى للتفصيله اللي قلت لك عليها في اول الفيديو. شايف الشطره اللي فوقيها في السقف دي؟ الشطره دي عملناها عشان لو كان السقف كمل بمنسوبه كان دار كتير قوي من النجفه ومن الديكور بتاع السلم. عملنا الشطره دي عشان نخلي الرؤيه مفتوحه قدام اي حد داخل من باب البيت.